الهلال يفرض التعادل على ريال مدريد في كاس العالم للانديه في ارضيه الملعب طول وعرض. الهلال كان يستحق التعادل، وصدق عبد المجيد عبد الله يوم قال قبل 20 سنه نادي سعودي عالمي واسمه هلال. الشيء اللي لازم نتفق عليه ان الهلال مشرف الكره السعوديه احسن تشريف في المحافل الدوليه والعالميه والقاريه وحتى المحليه، بمستواه بشخصيته رغم كل الظروف اللي مر فيها الهلال الموسم اللي راح، الا انه قدر يفرض التعادل على ريال مدريد، وكلنا نعرف ما هو ريال مدريد. فانت عندك الخيار كمتذوق الكره السعوديه انك تفتخر معنا بهذا الصرح الرياضي السعودي، او انك تبقى تشجع فريقك ويحق لك تشجع فريقك بدون ما تميل مع الهلال ومن ناحيه وطنيه. بخصوص المباراه، لما تشوف كل لعيبه الهلال اللي كنا نطالب انهم يمشون، كوليبالي وسافتش ونيفيز ومالكم، بالذات مالكم وكوليبالي، حتى بونو مستواه كان هابط، اغلب الفريق كان مستواه هابط. لما نشوف ان مستواه اليوم كان خرافي ورجع للنسخه لكل لاعب من مثل اول ما جاء الهلال وقبل ما يجي الهلال، اعرف ان البلا كان في جسس اللي كان مدمر مستوى الفريق، بالذات في المنظومه الدفاعيه. يعني شفنا اليوم كلنا كوليبالي كيف كان مستواه خارق للعاده. هذه نسخه كوليبالي كانت مع نابولي، واللي كانت في بداياتها مع تشيلسي واول ما جاء الهلال. وروبن نيفيز كان مستوى كارثي في الدفاع ولا هو عارف ايش يسوي. لكن اليوم شفنا كل لاعب من لعبه الهلال اللي في الدكه واللي موجودين في ارضيه الملعب عارف كل واحد منهم ايش يسوي بالضبط، وعارف متى بيطلع، وعارف كيف يوزع مجهوده. يعني شفنا الاجنحه خاصه مالكم كانسلو قدموا كل شيء عندهم الى الدقيقه بالضبط 65، وطلعهم ودخل لعيبه صح كانوا اقل جوده، بالذات محمد القحطاني اللي تسبب خطا كارثي في نهايه المباراه. لكن كل من اللعيبه الاحتياط والاساسيين عارف وش قاعد يسوي في ارضيه الملعب. اليوم في بوادر حسيت فيها ان الهلال بيكتسح الموسم المحلي صراحه، لان المستوى اللي شفناه هذا مستوى كره اوروبيه للامانه، لا في الدفاع ولا في الهجوم ولا في التحولات ولا في الاستحواذ. اللي قاعد يسويه انزاجي مع الهلال خطر على اسيا كلها، وبلعيبه من الموسم اللي راح من دون التدعيمات اللي بتجي، سواء كان من اللعيبه المحليين او من اللعيبه الاجانب اللي بيجيبهم الهلال.